هل كنت تعرف إن مجرد صفحة شكلها مطابق للموقع الأصلي ممكن تخدع آلاف الأشخاص؟ في الفيديو ده هنتعلم إزاي نكتشف صفحات التصيد الاحتيالي ونحمي نفسنا منها. طبعا الحمد لله وصلنا 1000 مشترك، فمبسوط جدا. ففي الفيديو ده هنشرح حاجة مهمة قوي، وهي الفيشنج. ايه هي الفيشنج؟ الفيشنج عبارة عن خدعة الهاكر بيعملها عشان يسرق بيانات المستخدم. طب ازاي؟ هقول لك كل حاجة وكمان بشرح عملي. بس تعالوا بس نفرق بين اللي هنشرحه النهاردة وبين الحاجة العامية. الفرق بين الفيشنج والفيشنج بيج هي عبارة ان الفيشنج عبارة عن خدع كتير، وهقول لك ايه هي الخدعة دي. طيب الفيشنج بيج هي عبارة عن صفحات رسمية الهاكر بيعمل زيها عشان يخدعك فيسرق بياناتك. تمام كده؟ تمام. طيب ندخل بقى على ازاي الهجوم بيحصل او ازاي البيانات بتتسرق. بص، عارف البوست ده؟ شايفه؟ البوست ده كده ركز معايا فيه. هو البوست ده انت لو شفته وشفت اللينك اللي تحت ده هتلاقي ان هو اسمه فولورز انستجرام، يعني متابعين انستجرام، صح؟ انت كده مش هتشك في اي حاجة والصفحة هتخش عادي. طيب تعالوا كده نخش على اللينك ده. دخلنا على اللينك. شايفين انتوا بقى؟ شايفين الواجهة دي؟ اكيد طبعا هتقول لي ان احنا في الموقع الرسمي بتاع الانستجرام، صح؟ طب عايزك بقى تركز معايا كده وهقول لك اللي هيحصل لي. اول حاجة بيجيلك رسالة زي دي كده، او صفحة انت بتدخل عليها بيكون بقى خدمة معينة الهاكر بيخدعك بيها. طيب دي اول حاجة، ده الرسالة. تمام. تاني حاجة الضحية بيدخل على الرابط. طيب اللي هو الرابط ده اللي هي الصفحة دي. تمام، دخلنا على الرابط. بتدخل بياناتك، هنروح مدخلين كده البيانات، هنكتب مثلا اي رقم، نكتب اي حاجة كده، ونكتب اي كلمة باسورد، ونكتب عدد المتابعين، هنقول مثلا ان احنا عايزين 1000 متابع، وهروح دايسين تسجيل. ركز معايا في اللي هيحصل. هروح دايسين تسجيل، هيقولك تم ارسال البيانات. طيب كده البيانات دخلناها. البيانات دي هتوصل للهاكر ازاي؟ بص، هروح طالعين كده من الصفحة دي، ركز معايا. هتلاقي ان البيانات وصلت هنا قدامك، مش هي دي الحاجات اللي احنا كتبناها؟ اهو وصلت اهو. وكمان بقى ممكن الهاكر يقول لك او يعمل حاجة اسمها ان يخلي في الموقع ده سيرفر تزويد متابعين. يعني المتابعين دي اللي انا كتبتها دي، اللي هم ال 10000 دول، يوصلوا عادي جدا. يعني ال 10000 متابع يوصلوا للحساب ده عادي جدا، وهو برضه هياخد الحساب بتاعك. يعني كأنها عملية حقيقية وعادي، وانت ولا هتحس بأي حاجة، وفي الآخر بعد دقيقتين تلاتة تلاقي الحساب بتاعك معايا وكل حاجة اتغيرت. هو ده اللي بيحصل. طيب احنا كده عملنا كل ده عملي. طب انا كمشاهد عايز اعمل كل الكلام ده، وممكن ما اعملش انستجرام بس. هعمل ايه؟ هقول لك واحده واحده وببساطه. هنبدا بس ندخل على الحاجه الاولى في العملي، ان احنا هنعمل بوت تليجرام، وهقول لك ليه دلوقتي. طيب هندخل على بوت فازر، البوت ده. تمام. البوت ده هتكتب بس اسم بوت فازر، هتدخل عليه، وهسيب لك اللينك بتاعه في الوصف بتاع الفيديو. تمام. هنروح دايسين على اوبن، هتلاقي حاجه اسمها اوبن تحت كده، هتروح دايس عليها. هيظهر لك الواجهه دي كده، هتدوس على حاجه اسمها كرييت نيو بوت. تمام. هتبدا ان انت تكتب الاسم بتاعك، اي اسم. تمام، انا اكتب مثلا آه هاكر، ايا كان. تمام. وهكتب اليوزر، ركز معايا، اليوزر لازم يكون في كلمة بوت. يعني أنا هكتب أي حاجة كده أهو، وفي الآخر أكتب كلمة بوت. طلع صح. تمام. هتروح دايس كرييت بوت. هيظهر لك بقى حاجة مهمة وركز معايا فيها، اللي هي البتاع المشفر ده، اللي هو اسمه التوكن. ركز معايا عشان دي حاجة مهمة أوي، اسمها التوكن. تمام. هتروح واخدها كوبي كده، دايس عليها، هتتاخد نسخ. تمام. ركز معايا عشان دي حاجات مهمة.
طيب إحنا كده مش عايزين أي حاجة من الواجهة دي إلا بس هناخد اليوزر بتاع البوت. البوت أهو. تمام، هتبدأ إن أنت تدوس على اليوزر كده وتروح إيه حاطط التوكن ده هنا نسخ، أو تحطه في أي حافظة. تمام، كده إحنا جبنا التوكن بتاع البوت اللي هيدخل في البيانات. كده محتاجين حاجة تانية وهي معرف البوت، اللي هو الصلة بينك وبين التليجرام، اللي هو بين الموقع وبين التليجرام. هنروح كاتبين كده اي دي بوت. هيظهر لك كذا اي دي، فانا طبعا ايه محتاج اي دي معين. اهو البوت ده برضه هسيب لك اللينك بتاعه، ده احسن حاجة، ولا بيجيب لك اعلانات ولا اي حاجة. فانت هتروح واخد الاي دي ده نسخ وتروح برضه حاطه هنا. تمام، ركز معايا. هنروح بقى داخلين على واجهة الموقع. ركز معايا. طيب هندخل بقى على موضوع الأكواد وكده. طيب عملت لك كذا صفحة، صفحة لبابجي وصفحة لسناب شات وصفحة لتويتر أو إكس وصفحة لتيك توك وصفحة لإنستجرام وصفحة لفيسبوك. طيب إحنا هنشوف أي صفحة منهم. يعني مثلا خلينا في انستجرام زي ما إحنا. هتلاقي كده، يعني هندخل كده من أول السطر أهو واحد. هنفضل ننزل تحت شوية، ركز معايا. هننزل تحت شوية، هتلاقي حاجة في السطر اللي هو رقم 80، اللي هو كونسبت بوت توكن، اللي هو من أول السيمي كولن دي لحد السيمي كولن الأخيرة. بس عايز أفهمك حاجة. عارف الموقع اللي احنا دخلنا عليه ده؟ عايزك تفهم الموقع ده معمول ازاي، أو معمول بكام لغة. بص ركز معايا. الهيكل بتاع البوت أو الأزرار اللي فيه وكده، الشكل كله بدون ألوان ولا أي حاجة، ده اسمه الهيكل. الهيكل ده بيتعامل ب HTML. تمام. طيب الالوان اللي في الموقع بيتعامل بلغه اسمها CSS. طيب الازرار بقى انت لما بتدوس عليها وتشتغل، دي معموله بلغه اسمها جافا سكريبت. تمام، ركز معايا وبالراحه خالص. طيب انا حاطط التوكن بتاعي، بس ركز معايا برضو. احنا هنعتبر ان ده ايه، هنمسح كده ده كله. تمام، ونروح مدخلين التوكن ده. هنروح واخدينه نسخ كده، ونروح حاطينه هنا كده. حطيناه كده زي ما هو كان محطوط بالظبط، بس ده توكن تاني. طيب الاي دي ده هو نفس الاي دي بتاعي، فمش لازم اخده نسخ، يعني انت ممكن تمسحه وتحط الاي دي بتاعك بس. طيب هنعمل حاجة واحدة بس. طيب دخلنا على الصفحة قدامك اهو. هندخل البيانات تاني. تمام، احنا كده ده كله قدامك. هندخل البيانات تاني. هتكتب اي حاجة، يعني خلينا نكتب رقم عشان تكون واقعية شوية. تمام، ونروح كاتبين الباسورد، ونروح كاتبين ممكن نكتب 1000 مثلا، ونروح دايسين على تسجيل. أهو البوت اشتغل ببساطة خالص. أنت بس بتجيب الأي دي وتحط التوكن بتاع البوت عشان تربطهم ببعض، وخلاص على كده. وصدقني مش هيحس بأي حاجة يعني. اليوزر اللي بيستخدم الموقع مش هيحس بأي حاجة. طيب احنا بقى عايزين، يعني احنا كده عملنا المصيبة دي. عايزين بقى احنا الحاجة دي ما تحصلش فينا، نعمل ايه؟ هسيب لك موقع اسمه فيروس توتال. الموقع ده هتحط فيه اللينك بتاع الحاجة اللي انت مش مطمن لها. تمام، اول ما هتحط اللينك ده هيشوف لك هو اللينك ده مشبوه، مش رسمي ولا رسمي، يعني هو زي فيسبوك حقيقي ولا موقع هاكر عامله عشان يسحب بياناتك. وبس كده. طب انت هتسألني سؤال دلوقتي. انا هجيب الحاجات او الصفحات اللي انت عملتها في الشرح دي ازاي؟ هقول لك هتدخل على قناة التليجرام. قناة التليجرام بتاعتي دي. تمام، ان شاء الله نوصل 1000 متابع فيها. هتلاقي فيها كل الصفحات. هسيب لك لينك كده معين في قناة التليجرام. هتلاقي فيها كل الصفحات: بابجي، انستجرام، تيك توك، تويتر، فيسبوك، فري فاير، كل حاجة. هسيب لك صفحات كتير قوي عشان انت تقعد تجرب. بس احنا بنعمل الحاجات دي كتوعية أمنية، أو كأن أنا عايز أخليك تجرب مش تسمع بس. طيب أنت عايز تشوف برضه
طرق اختراق جديدة وكده. في فيديو على القناة بتاعة اليوتيوب هتلاقي إن هي طرق الهجمات وكده، روح بُص عليه وهتفهم أكتر. ده بشكل نظري والفيديو ده بشكل عملي. وبس كده، ولو أنت عايز إن أنا أشرح طرق تانية للاختراق، قُل لي في الكومنتات وما تنساش تعمل متابعة. وبس كده، سلام. وبكده تكون عرفت يعني إيه phishing وإزاي تكتشف محاولات التصيد قبل ما تقع فيها. لو استفدت من الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، وما تنساش تحمل هدية الفيديو من الرابط اللي في الوصف. أشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.